الله عليه وسلم آوي زمزم خوارديوا بپيوا بيدانيشتن خوي سنة وایە بۆ ئاو خواردنەوەی ئینسان دابنیشێ بەڵام دەفەرمێ ئاوی زەمزەمی خواردەوە بە پێوە بەبێ ئەوەی داش بنیشێ بەڵام عاصم سوێن دەڵێ ئەکریمە سوێن دەخوا کە پێغەمبەری خوا بە سواری وشترێک بوو نەک بە پێوە لەسەر قاج وەستا بوو کەواتە کە لە سواری وشتر بوو بێ هەر دانیشتنە یان نا هەر دانیشتنە بە پێوە نییە بەڵێ ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە حتا زەمزەمیش بێ قەولەکەی عاصم ئەوە دەگەیەنی حتا زەمزەمیش بێ باشتر وایە ئینسان دابنیشێ اینجا ئاو بخواتەوە ئایا هیچ حکمەتێکی طبی تەندروستی تێدایە صحیح دڵنیان تێدایە بەڵام لەوانەیە من و تۆ بیزانین لەوانەیە من و تۆ نەیزانین بەڵێ أحسن الله إليكم. باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأنهما مع شعائر الله. يعني طواف كردن وتسعي كردن لنيوان صفا ومروة واجبة ومزانة تنهى سنة به واجبة ولا شعائر إخوة البرودقارة جاء هم لعمرة وهم لحجيش ماذا. أحسن الله إليكم. عن عروة قال سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله عز وجل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قال بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنها أنزلت في الأمصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل وكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن قال إن هذا لعلم فقال إن هذا لعلم ما كنت أسمعه ولقد سمعت رجالا فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ومن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين تحرجوا أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد. وقد تقدم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الصفا والمروة. آياتك هي القرآن ده أخوة يقول فرمي فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه هركسي حجك يا يا عمربك هيج جناهي لسرنيا كطوافك لنيوان صفا ومروة بيوبش هيج جناحي لسرنيا هيج جناحي لسرنيا أما يعني شيء يعني ظاهرك لأصل بابتك تينقي لوانيته بها حالي يعني شيء جناحي لسرنيا اما بو او ديكين گناح مان لسر نبه يا بو ديكين خيرش مان بقاته ام بو ديكين خيرش مان بقات صفا ومروه سببي دابزين ما يتدو سببي هي جاروا هي اياتك دو سبب نزولي هي يجي لسبب نزول كان عائشه ديزاني وباسيكر يجي كان ابو بكر كري عبد الرحمن ديزاني او باسيكر اوي عائشه فرموي ام اياتا كاتك عروتي اي بوري او آياتا كواتا اگر كسيك طوافي جنكا لبيني صفا ومروة گناه بار نابه وتي والله خراب ودرولا خراب لو آياتا حالي بوي خواهي قرني فرمو هيش تاواني لسرنيا اگر طواف نكا لبينيان فرمي اگر طواف كا گناحي لسرنيا تي اي بوچي واده فرمي خواهي قرا فرمي كاتي خوي لجاهلية دا اوانيك مناتي طاغيان دا برست عندك لأنصارية كان كمناتيان دا برست وعبادتيان بويدا كير هر كسك طوافي بين صفا ومروة كرباد يانغو دا وتو گناه باري چونك صفا ومروة بقية ديني چيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام
پەرستنی مەنات ئەوە شتێکی ترە دەیان نابێت تۆ بچیتە سەفا و مەڕوا نابێت سەفا و مەڕوا بکەی گوناحە خوای گەورە ئاەتەیدا بەزان فەرمووی نەخێر گوناح نییە کە تۆ سەفا و مەڕوا بکەی کەواتە ئەو عەقیدە شیرکیەی ڕاست کردەوە ئەمە بابەتێکە کاتێک کە عایشە ئەوەی فەرموو عروە دەفەرمێ بە ئەبوو بەکری کوڕی عەبدوڕەحمانم وتم عایشەی پورم وا دەڵێت سەبەبی نزول و دابەزینە ماتە ئەوەیە فەرمووی ئەمە علمە ئەوەی کە عایشە باسی دەکا علمێکە من نەمبیستووە بەڵام ئەوەی من بیستومە سەبەبی دابەزینی ئەم ئاەتە بریتیە لە چی؟ بریتیە لەوەی کە کەسانێک کاتێک کە بینیان خوای پەروەردگار ئاەتی دابەزاندووە سەبارەت بە تەواف بەڵام باسی سەفا و مەڕوای نەکردووە ئەوانیش سەفا و مەڕوایان دەکرد وایان زانی دیارە شتێکی غەڵەتیان کردووە بۆ وتیان ئەگەر ڕاست بووە ئەگەر سەفا و مەڕوەش لە حەج بێت لە دیندابێ ئەی بۆچی خوای گەورە باسی نەکرد بۆچی بەس باسی تەوافی کرد باسی سەفا و مەڕوای نەکرد هاتنە لای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وسەلام فەرمووین ئەی پێغەمبەری خوا ئێمە گوناهبار نەبووین کە سعیمان کردووە لە نێوان سەفا و مەڕوا لە کاتێکدا لە ئاەتەکەدا باز نەکراوە ئەنجا خوای گەورە ئاەتەی ناردە خوارەوە فەرمووی ئین الصەفا والمەڕوەة من شعائر الله نا بابە هەردووچی لە شعائری خوای گەورەیە بە هەڵەدا مەچوون و ئەوەی کە تەواف دەکا لە نێوانیاندا گوناهبار نییە و گوناهی لەسەر نییە بەڵێ أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوة. ابن عباس فرمي في عمر إخوابه إلى نيوان الصفا والمروة وهلوها لدوري بيت بسريعي دروي الساعة نقمشة أوي طوافك سير شوطي بسريعي ولا صفا ومرواج أو هم هاتنو تشونا بتايبتي لا قلوب صوزكا بسريعي درون بوشي ليري المشركين قوة بوي هزيق نشاني كيبدا نشاني مشركة كان بدا ماله. أحسن الله إليكم. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. آية أو أفرتك نيتي حاج يا عمري هنا واستاقشتوتا مكة لسوري ما قانا دا تشيبكا فرمي همو مناسك كان دكات بو حد شو همو مناسك كان دكات باب چتا منى باب چتا عرفات باب چتا مزدلفة بارمي جمري كبرى بكا رمي جمراتي تربكا أوانا باهمو بكا إلا طواف ناببكا طواف ناببكا حتى صفا ومروج دفرمون بابيكا چونك بس طواف وكون يجو طهارتي بيوستا بل. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقد تقدم أن عائشة نسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت حتى طهرت فلما طهرت طافت بالبيت. عائشة فرميت هاتم بو مكة بلا من لسوري مانقانا دابم نطوافم كرد نصفا ومروشم كرد بپیغمبری خواه مود عليه الصلاة والسلام حالي من آوائه فرموی حاجی چی دکا توش بیکا بس طواف مكة تا پاک دبیتو بس طواف مكة تا پاک دبیتو. شيخ الباني رحمتي خواه قوري لبه دفرمي ام حديثة بلغيه لسر اويكا افراد لسوري مانقانا دابه بوي هي بشتة مزقوت چونکە پیامبری خوا بە عایشەی فەرموو ئەوەی حاجی دیکە تۆش بیکە یا حاجی دەچۆ مزگەوت یان نەدەچۆ مزگەوت حاجی چێتە مزگەوت ئەمە ئیستدلالێکە ڕەحمەتی خوای گەورەی لێبێ بەڵام ئەگەر بوترێ زۆر بە قووەت نییە لەوانەیە ڕێی تێ بچێ. بۆچی براکانم دەڵێن حاجی بۆچی چێتە مزگەوت بۆچی نوێژ و طواف بۆ نوێژ و تەواف دەچێ ئایا ئەوەی لە سووری مانگانەیە بۆی هەیە نوێژکە نە ئەوەی لە سووری مانگانەیە بۆی هەیە تەوافکە دیسان بۆی نیە تەوافکە ئەیکەواتە بۆچی بچێت حاجی کە بچێت بۆ ئەو دووشتە دەچێت مادام ئافرەت لە سووری مانگانە بۆی نییە ئەو دووشتە بکە کەواتە ناچێت کە نەرسوو کەواتە ئەو ئیستدلال لە شوێنی خۆی نیە والله ئەعلەم
لەگەڵ ڕێزی و حورمەتمان بۆ ئەو ئیمامە مەزن و گەورەیە. ڕێی جمهور ئەوەیە کە ئافرەتە سوڕی ماگانەدا بێت نەچێتە مزگەوت إلا لضرورة أو حاجة. ئەمەیان جیاوازە. بۆ نمونە ئافرەتێکە لە حەڵقەیەکی دەرس خوێندندایە، جا دەرسی تەجویدە، جا دەرسی عەقیدەیە، جا دەرسی فقها، مثلا هەفتەیەک دەڕۆژ دەکەوێتە سوڕی مانگانە، ئێگەر لە دەرسەکانی دا ببڕێ یعنی زەرێکی زۆر دەکات بۆ ئەوەی کە دەرسەکانی نەفەوتێ. زانایان فتوایان هەیە لەسەر ئەوەی کە دروستەوە ئافرەتە بچێت لە مزگەوت دابنیشێ، خۆی بە پاچی ڕابگرێت طبعاً بۆ ئەوەی دەرسەکەی بخوێنێت. والله أعلم. جان بۆ بەشداریکردن لە طبعا بۆ علم، بۆ مەجالیسی علم بڕوا ئایا دروستە بەڵێ دروستە إن شاء الله، چونکە ئەو لە بەرخاتری مزگەوتەکە ناچێ ئێستا، بەڵکو لە بەرخاتری علمەکە دەچێت. بەڵێ كاك. أحسن الله إليكم. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وأين يصلي الظهر يوم التروية؟ وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج يوم التروية فقال كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عطاء عن جابر قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. أكمل. عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. ماشي. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي. مكي لشوي إحرام دكات شوي أنك بيدرا بطحاء لهر شوي بيكا درست بلام يعني باشتر وشاكتر أو يكلم بك. وللحاج إذا خرج إلى منى أي أويك حاجية كأو روجي تروية روجي هشتي ذو الحجة دشيت منى لشوي وإحرامك ونوێژی نیۆڕۆ ڕۆژی تەرویە لەکوێ بکرێت؟ ئایا پێش نوێژی نیۆڕۆ بچێ بۆ مینا یا دوای نوێژی نیۆڕۆ؟ کە پێش نوێژی نیۆڕۆ بچێکەوەتە نوێژی نیۆڕۆی لە مینایە، کە دواتر بچێکەوەتە نوێژی نیۆڕۆی لە مەککەیە؟ با بزانین. فەرمووی پرسیار لە عەطا کرا سەبارەت ئەو کەسەی کە مقیمە لە مەککە، فەرمووی يلبي بالحج يوم التروية. قال لكي يلبي؟ قال كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. كان نوێژی نیۆڕۆی دەکرد و سوار وڵاخەکەی دەبوو ئەو کاتە چی دەکرد؟ ئەو کاتە تەلبیە دەکرد دەیوت لەبەیک اللهم حەجەتەن. یعنی بەپێی ئەوە بێ کەواتە ئیبن عومەر نوێژی نیۆڕۆی ڕۆژی هەشتی ذو الحجە کە یوم التەرویەیە لە مەککە کردوویەتی. بەڵام عەطا لە جابرەوە دەفەرمێ ئێمە لەگەڵ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وسەلام هاتین بۆ مەککە تەحەللولمان کرد، حەجەکەمان متەمەتیع بوو تا ڕۆژی تەرویە، وجعلنا مكة بظهر ولبينا بالحج. پشتمان کرد مكة وبرو مدينة رويشتين وتلبية مان کرد لبيك اللهم لبيك اللهم بالحج. طبعا أبو الزبير لجابر دفرمي أهلنا من البطحاء. وعبيد كري جريج دفرمي ابن عمر ود من تود بينم كاتك لمكي وخلق تلبية حج ذكات تو نايكي تاوكو سوار ولاخكد نبي فرمي چونك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بمشي وازي ذكر. عبد العزيز كري رفاعي دفرمي برسيارم لأنسي كري مالك روتم فيهم بلشتك كلا في عمر إخوة ورد قربي ولبير الماء به تيجي يشتبي أقال ليبو بيف باشا نويجي نيورو عسري روجي تروية لشوية ذكرت فرمي لمنا أميان لقالوا ابن عمر تيقنا كاتوايا كأميان صواب السنة خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. بوي روجي هشتي ذو الحجة كيوم التروية
چی بکرێ باشە پێش نوێژی نیۆڕۆ تەلبیە بکەیت لە مەککە و بەرەو مینا بڕۆی نوێژی نیۆڕۆ لە مینا بکەیت نوێژی عەسریش لە مینا بکەیت مەغریبیش و عیشاش و بەیانیش لە مینا بکەیت ئەنجا چێشتەنگاو بکەویتە ڕێ بەرەو عەرەفات باشە بۆچی پێ دەڵێن یەوم التەڕویە ڕۆژی هەشتم حاجیەکان دەچوونە مینا وەکو ئێستا نەبوو بنەمەوە ئاسانکاری ئێستا هەمووی تانچی ئاو ڕۆژی هەشتم دەچوون ئاویان دەبرد کۆیان دەکردەوە بۆ ئەوەی داینێن لە مینا ئاویان هەبێ ئاویان بۆ خۆیان پاشەکەوت دەکرد جا خۆیان لێیان دەخواردەوە ئاویان دەدایە خەڵک و دەیاندایە وشترەکانیان بۆچی بۆ ئەوەی بۆ ڕۆژی عەرەفە ئامادە بن بە ئامادە بەئاشی بڕۆن بۆ عەرەفە کە ڕۆژی نۆیەمە بەڵێ أحسن الله إليكم. باب الصلاة بمنى والتلبية والتكبير إذا غدا منها. أو ما نبير فرمي وأين صلى العصر يوم النفر. يوم النفر يعني يوم الرجوع من منى إلى مكة وهو يوم الثالث من أيام التشريق. يعني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام سيم روجي أيام التشريق إذا كانت شوارم روجي ججن شوارم روجي ججن طواو أخير روجي حاجة أو كتأخري كردوا فرمي أو بيدوتري يوم النفر في عمر إخوة على شوين نوجي عسيرة كرد ده فرمي بالأبطح يعني لا بين مكة ومدينة تقريبا كهر حرمة لبيه يعني لمدينة دردشو وتم مكة ومدينة مكة وميناء كتم مكة وميناء عفوا مكة وميناء لبيه نوجي لكرد بله. أحسن الله إليكم. باب الصلاة بمنى والتلبية والتكبير إذا غدا منها. الصلاة بمنى والتلبية والتكبير إذا غدا منها نوش كردن لمنى والتلبية كردن الله أكبر كردن لا منى كاتكا درد تشد بلو عرفاتيش ماله. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. وقد تقدم حديث ابن مسعود وحارثة بن وهب عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه ينكر عليه. بله. پیامبری خدا علیه الصلاة والسلام لمینات چند رکعتی دکرد؟ دو. هر به مسافر حسابو. مینا و مکش به یک ویا. باشه. محمدی کوری ابی بکری ثقفی دله. برسیاری لأنسی کوری مالک کرد. أنه سأل أنس بن مالك لكاتك ده هردو كان لمنا و درويشتن بلو عرفات وتم ايه ولا قال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام چي تان ذكر شون ذكر تان ذكر تلبية وشد فرمي ايه ما همان بو لبيك اللهم لبيك داود همان بو الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر تكبيراتي ذكر كسي إنكاري لكزنا ذكر هم يهدروز بو هيك شيك نية والله أعلم. بله. هلا نكتب بهذا القدر. أكملنا 400. كم بقي الأذان؟ تمام. شوارح صوت حديثي رك ما قيل بس والله من كجامو ترسم قصيب كما قام لكم النبي صلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وفقتك.